السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض البانيه بدون بيض خالص. ده كده بديل البيض. بصوا بقى، ده كده انا عامله بديل البيض. قلت هجيبه كده في اول الفيديو. وده كده قطعه البانيه بحطها كده بقى، شوف عامله ازاي. وهبتدي احطها في قلب البقسماط وهضغط عليها، وهوريكم ان هو بيبقى ماسك بالجامد جدا. صدقيني لو عملتيه احسن 100 مره من البيض. حد بقى عنده برد، البيض غالي، ما عندكيش بيض، اي حاجه من الحاجات دي كلها، صدقيني لو عملتيها هتعتمدي الطريقه دي. اول حاجه بيكون معايا هنا البانيه اهو عادي خالص، بكون غسلاه وحطاه على مصفى كده يتصفى من الميه. هعمل التتبيله بتاعه البانيه. بصلايه مفرومه ناعم، معايا فلفل اسود، وهدي كمان رشه من الملح، وهحط كمان عصير ليمونه، وهحط كمان معلقه من الخل، وهحط هنا كمان معلقه من مرقه الدجاج الفوريه. بتدي طعم جميل جدا في التتبيله دي. بعد كده هجيب قطع الدجاج وهبتدي ان انا اتبلها في التتبيله دي. صدقيني بتودي بتدي طعم البانيه في حته تانية خالص. طيب انا خلاص تبلت كده اللحم البانيه بالطريقه دي. ممكن تغطيه وتحطيه في قلب التلاجة كده مده ساعه ونص ساعه. مستعجله هنشتغل فيه كده على طول، مفيش مشكله. خلاص هنبتدي بقى نعمل بديل البيض. معايا 3 معالق كبار من الدقيق، هدي رشه من الفلفل الاسود، وهدي رشه من الملح، وبحط هنا ربع معلقة من الكركم، وبحط ربع معلقة من الكاري. تقدري تستخدمي الكركم بس هنا انا بحط كمان الكاري، بيدينا مادة غذائية ازيد. وهبتدي ان انا اضيف بقى كده المية بالتبادل ومع التقليب. وهبتدي ان انا انا بحط هنا واحدة واحدة عشان اوريك السمك بتاعي يبقى عامل ازاي. انا ممكن احطه كله مرة واحدة وانا عارفة التجانس بتاعنا عايزاه ازاي. بحطي معاكي واحدة واحدة كده المية لحد ما اوريكي. هو كده خلاص، هو كده خلاص كده مظبوط. يعني هوريكي دلوقتي كده، هرفع بالمعلقة. شايفين؟ هو ده السمك اللي انا عايزاه، ولا يبقى خفيف مرق ولا يبقى تقيل خالص. ده كده بديل البيض. ومعايا هنا طبعا الدقيق، ومعايا هنا كمان البقسماط. ده بقسماط عادي خالص مطحون. هجيب بقى طبق احط فيه البقسماط، وحطيت طبق فيه البيض. بس هنا البقسماط بنكهه وحطيت له ملح وفلفل بس. بقلب بقى كده البقسماط مع الملح والفلفل. وده كده بقى البانيه بتاعنا اهو. ببتدي كده اشيل لو في بس تفل بصل ولا اي حاجه، ببتدي ان انا كده اشيله. اول حاجه ببتدي ان انا ابدرها في الدقيق. الخطوات كده بقى ناخد بالنا كده كويس. هنا لازم تبدريها كويس بالدقيق، وتضغطي كده بظهر المعلقه، وتضغطي بايدك زي ما انت تحبي تعملي، زي ما انا بعمل بالطريقه دي. يعني انا بحاول ان جسم لحم البانيه يكون متبطر خالص بالدقيق. بعد كده هبتدي ان انا احطه في بديل البيض. هحطها اهي. خلي بالنا بقى، بصوا مجرد ان هي بتتحط فيه بتبتدي تتلزق كده على الناحيتين بكل سهولة. بطلعها كده بالشوكة، وببتدي ان انا بقى احطها فين؟ في قلب البقسماط اللي احنا منكهينه بالملح والفلفل. وهبتدي برضو هنا احط كده البقسماط من كل الجوانب، وابتدي اضغط كويس. لازم هنا تضغطي كويس عشان تتأكدي ان البقسماط مسك كويس على قطعة لحمة البانيه. بعملها من الجنبين كويس لحد ما اتاكد بقى خلاص ان هو كده البقسماط مسك خالص على لحم البانيه. يا اما تضغطي بايدك يا اما تضغطي بظهر المعلقه زي ما انا كنت بعمل. بصوا، هي كده من تحت ومن فوق كده مظبوطه. هبتدي اعمل كمان واحده بنفس الطريقه. يبقى انا بعفرها الاول في الدقيق، بعد كده بحطها في بديل البيض، وبعد كده بحطها في قلب البقسماط. هقولك كمان على خطوه مهمه ما تيجي تحمريها عشان الكفر ما يطلعش منك. كمان عايزه اقول لك كمان الضغطه هنا دي بتبقى مظبوطه جدا. وبعدين الطريقه دي اوفر بكتير واطعم، صدقيني، من اما بتقليه كمان في الزيت. لو عندك قلايه هوائيه تقدري ان انت قطعه البانيه بعد ما احنا تبلناها كده بالبقسماط، تقدري ان انت بقى ترشيها كده بالزيت من ناحيتين كده بسيط، وتحطيها في القلايه. هتستوي تاخد لون من وش، بعد كده تقلبها على الناحيه التانية تاخد وش تاني. صدقيني بتبقى اطعم بكتير واخف من اللي احنا كمان بنحمرها في قلب الطاسه على النار. خلاص انا هنا بعد ما خلصت القطعه التانية بنفس الطريقه. ممكن ان انت بقى حبيتي كمان تشيليهم في قلب التلاجة عادي، تقدري تشيليهم في قلب التلاجة وقت ما تحبي تحمري عادي. خلاص
او نقدر على طول ان احنا بقى خلاص بعد ما جهزنا بقى قطع البانيه كده، نقدر بقى ان احنا ايه نروح نحمرهم بقى كده على طول على البوتاجاز. انا هنا بقى هجيب طاسه واحطها على النار، وهنا ما بحطش كميه زيت غزيره، بحط كميه زيت قليله. واهم حاجه تكون الطاسه بتاعتك سخنه ويكون الزيت سخن، دي خطوه مهمه عشان الكفر ما يطلعش من قطعه لحم البانيه. يبقى اهم حاجه لازم يكون الزيت مش غزير، وكمان لازم يكون الزيت هنا سخن، دي حاجه خطوه مهمه. وما تحاوليش تهدي النار على الاخر خالص وهي محطوطه على النار، يعني ممكن تخلي النار على الوسط لكن ما تهديش النار خالص، ده بيساعد لما بتهديها على الاخر بيساعد على ان الكفر ممكن يطلع معاكي. كمان بسيبها كده بقى تلون من تحت ومن فوق. اول ما بلاقيها بقى لونت من تحت بقلبها على الجنب التاني، بيكون جنبي بقى منشف مطبخ او جنبي كده طاسه، بقدر ان انا اطلعهم عشان نتخلص من بقايا الزيت. عايزه اوريك ان اللون بتاعها جميل جدا، وبصوا بقى ناشفه وحلوه ازاي، وبتيجي تقطعيها بتلاقي اللحم بتاعها طري وفي منتهى الجمال. الطريقه صدقيني لو عملتيها هتعتمديها على طول، فعلا لا فيها زفاره، الطعم بتاعها جميل وفي منتهى الجمال. اوفر طريقه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.